السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنحيي جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذا اللقاء. كنتمنى أن هذا اللقاء إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. إن شاء الله غادي ندخل في الموضوع مباشرة لأنه هذا الموضوع مهم، وهذا الفيديو موجه للناس القائمين على العملية ديال التسجيل في السجل الوطني للسكان والتسجيل الاجتماعي الموحد، وكذلك ما يسمى بالمؤشر الاجتماعي. المؤشر الاجتماعي اللي ضم بزاف ديال الناس اللي كيعيشوا بوحدهم، مثلا أسرة كتكون من فرد واحد وكيسجل جميع المعلومات ديالو الاجتماعية والاقتصادية، يعني الحالة المعيشية اللي كيعيشها. فبالتالي كيجي هذاك المؤشر طالع وكيطلبوا منه انه يدير تحيين ديال المعلومات. من بعد التحيين ديال المعلومات ما كاين ما يحين في المعلومات اللي كيعطيها هي اللي عنده، فلهذا ما كاين ما يحين في المعلومات، ما كاين ما يغير فيها، وكيجي المؤشر طالع. كاين اللي كيجي المؤشر واصل 10، كاين اللي كيجي المؤشر واصل 9.80، واصل 9.63، واصل 9.53. فبالتالي هنايا كيكون مضطر انه يخلص الواجبات ديال التضامن، الواجبات ديال التغطية الصحية، وكيخرج من الخانة ديال الناس الغير القادرين على أداء مصاريف التضامن أو مصاريف التأمين الإجباري على المرض، بحال الناس اللي منخرطين في فرامل، اللي كانوا منخرطين في فرامل. هنايا يعني النداء ديالي موجه لوزارة الداخلية والمندوبية الثانية للتخطيط، وكذلك الوكالة الوطنية للسجلات، انها تراجع هذه العملية ديال المؤشر وتحاول انها دير واحد العتبة اللي كتناسب هاد الاشخاص اللي كيعيشوا بوحدهم. غادي نعطيكم مثل بسيط. مرة خدامة على راسها، يعني ما عندها لا مورد رزق لا والو، وكتدلي يعني بالمعطيات ديالها الاجتماعيه والاقتصاديه على اساس انها لا تملك شيئا وما كيدخل عليها والو، والظروف اللي كتعيشها ظروف مزريه. وفي الاخير كيطلع المؤشر ديالها طالع. علاش؟ لانها عايشه بوحدها ومسجله اسره بوحدها، فبالتالي كيجي هذاك المؤشر ديالها طالع. كيفاش غادي دير انها دير تحيين المعلومات؟ رغم تحيين المعلومات فالمؤشر كيبقى هو. كذلك كاين بزاف ديال الامثله اللي ممكن انها تعطى في هذا المجال هذا. كاين يعني ناس اللي كيعيشوا 3 أو 4 ديال الناس كيجيهم مؤشر طالع، رغم ان يعني المعطيات ديالهم الاجتماعيه والاقتصاديه يعني كتبان بلي انه كيعيشوا وضعيه هشه. هنايا كاين بزاف ديال المشاكل اللي لازم من الجهات المسؤوله انها تاخذ بعين الاعتبار، لان المواطنين كانوا مستبشرين خيرا بهذا السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. شخصيا انا كنت كنستبشر خيرا بهذه العمليه ديال التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ودرت فيديوهات على هذه العمليه هذه وكيفاش انهم يتسجلوا الناس باش انهم يستافدوا من هذه العمليه. فبالتالي خاب الامل ديالي ملي كنشوف الناس متذمرين من هذه العمليه ديال التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ملي كيجيو وكيلقاو ان المؤشر ديالهم الاجتماعي طالع، وخاصهم انهم يخلصوا لا سنسيس من بعد ما كانوا من قبل ما كيخلصوا والو فراميد، ولاو غادي يخلصوا تقريبا 1400 درهم ولا 1500 درهم في العام. فهذا في نظري غير عادل، لانه هذا العمليه او هذا القانون 72/18 جا باش انه يستهدف الناس اللي محتاجين للدعم، الناس اللي كيعيشوا واحد الوضعيه اللي هي وضعيه هشه ووضعيه مزريه. فبالتالي هذا ما خصوش هذه العمليه وهذا يعني المشروع الوطني ما خصوش انه يكون نقمه على المغاربه. بالعكس، حنا ان شاء الله كنطلبوا ان هذه العمليه ديال الحمايه الاجتماعيه اللي فيها التغطيه الصحيه الاجباريه على المرض، وكذلك فيها التعويضات العائليه، وكذلك فيها تقاعد، وفيها يعني تعويض على فقدان الشغل بالنسبه او العمل بالنسبه للناس اللي عندهم عمل قار، ما غاديش يبقاو يعني يتلاحوا الزنقه. فبالتالي ان شاء الله
خلال ان شاء الله باذن الله الى تفعل هذا المشروع غادي يكون كيستافد من يعني من الدعم اللي غادي تخصو ليه الدوله بخصوص يعني المشاكل اللي كيعانيها من فقدان العمل ديالو لا قدر الله. اخواني كنحييكم وكنتمنى ان هذا الفيديو او هذا المحتوى يوصل يعني للمسؤولين، وحاولوا انكم تشاركوا معايا هذا الفيديو هذا باش يوصل المسؤولين، باش انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه النقاط اللي كتعلق بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والاهم النقطه اللي كتعلق بالمؤشر اللي كيجي كنقصد المؤشر الاجتماعي اللي كيجي للناس طالع بزاف، وكيجي خصوصا كيجي طالع للناس اللي كيعيشوا بوحدهم اولا الافراد ديال الاسر ديالهم يعني قلال. اخواني كنتمنى ان هذه الرساله توصل ان شاء الله، وتبارك الله عليكم وفرصه سعيده، والى ان شاء الله فيديو جديد اللي غادي نقدمه فيه ان شاء الله المسائل اللي غادي تفيدكم في هذه العمليه ديال التسجيل في السجل الوطني للسكان السجل الاجتماعي الموحد، وكذلك يعني الحمايه الاجتماعيه ككل. ان شاء الله راه كاينه العمليه ديال التعويضات العائليه، وكاين ان شاء الله التقاعد، وكاين ان شاء الله يعني اللي قلت من قبل وهو الناس اللي فقدوا العمل ديالهم لا قدر الله، اللي كيخدموا عمل قار وكيفقدوا العمل ديالهم، غادي تخصص لهم دعم اللي غادي يكون في المستوى ان شاء الله ديال الطموحات ديالهم. تبارك الله عليكم، وكل التحيه والتقدير للشعب المغربي من طنجه الى القويره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.